سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. البنات سمحوا لي، مده هذه ما حطيت حتى شي فيديو على القناه الصراحه. المانع كان قوي. لحقاش انا واحد الصديقه ديالي فتحنا واحد الجمعيه، وراك عرفتوا الجمعيه يعني كتاخذ جميع الوقت ديالك، ما كيبقاش عندك الوقت فين غادي تزيد شي حاجه اخرى. بالاضافه انه دازو جوج ديال المناسبات، ورمضان والعيد الاضحى اللي ضروري الجمعيات خاص تكون عندهم واحد البصمه. دزنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل المحسنين. في رمضان وزعنا القفة الرمضانية إلى جانب كسوة العيد على اليتامى. والحمد لله في العيد الأضحى تم توزيع أضاحي العيد على العائلات الفقيرة والنساء الأرامل واليتامى. الحمد لله هادشي كله كيف قلت لكم البنات راجع الله سبحانه وتعالى، فضل ديال الله سبحانه وتعالى وفضل ديال المحسنين اللي وضعوا الثقة ديالهم في هذه الجمعية. اللهم لك الحمد. بلا ما نطول عليكم البنات، بالنسبه للمشتركين الجداد نرحب بهم، نقول لهم مرحبا بكم لانهم انضموا لقناه يوسف للطبخ والتجميل. صراحه القناه غتبقى غير التجميل، ما غتبقاش للطبخ. ان شاء الله غادي نزول يعني داك الاسم ديال الطبخ. ما بقاش عندي ليه الوقت صراحه البنات. هو الطبخ تيبغي واحد المجهود كتير بزاف، لهذا انا غادي نبقى التخصص ديالي في القناه وهو التجميل. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه اللي هي خطيره بزاف البنات، نصحتني بها واحد الصديقه ديالي صراحه. اقترحتها عليا وقلت علاش لا ما نحطهاش لكم. انا جربتها على البشره ديالي، عطاتني واحد النتيجه اللي هي خياليه. تصوروا البنات من الاستعمال الاول كتبان لكم واحد النتيجه اللي هي مدهشه بزاف بزاف. قلت علاش لا غادي نشاركها معكم ان شاء الله. هاد الوصفه ما كتحتاجش البنات شي حاجه اللي هي غادي يعني مستحيله. كيف كتشوفوا المكونات راها قدامكم. شي حاجه اللي هي بسيطه بزاف ولكن النتيجه خياليه البنات. كتبيض، كتحيد التجاعيد، كتصفي جميع مشاكل البشره من تسبغات من نمش من كلف من اي حاجه البنات. كتصفي البشره. والمدهش في هذه الوصفه انه من الاستعمال الاول كتبان لك النتيجه، كيبان لك واحد البياض اللي هو ماشي البياض اللي كان من قبل في وجهك. اول حاجه البنات كنستعملو هي صابونه ضوف. اي صابونه كترتاحوا ليها ديروها، انا كنفضل هاد الصابونه ضوف هي اللي كنفضل ديروها. عندنا مايزينا او نشا الذره وعندنا حليب مجفف. وهذا البنات الطرق ديال الدراري الصغار، هذا راه زوين بزاف. ان شاء الله شي حلقه غادي ندير معكم وصفات خاصه غير بالطرق ديال الدراري الصغار. وعندي هنايا ماء ورد مقطر. تقدروا تستعملوا ماء الورد العادي، ولكن انا هذا الماء الورد المقطر دائما كنستعمله في الوصفات، وبطبيعه الحال تيكون عندي هكا في الثلاجه. كنحطو وقت ما درت شي وصفه كنرشو على الوجه ديالي. وعندي هنايا اي زيت البنات بغيتو تستعملوا استعملوا. انا هنا عندي زيت اللبن الذكر، كيف كتشوفوا راه اللون ديالو تيكون حمر. هادو خذوهم الزيوت خذوهم من بارا فارماسي او من الفارماسيان، ما تاخذوهمش عند اي عطار كيف ما كان، ولا عند شي عطار اللي يكون موثوق عنده الزيوت مزيانه. هاد بالنسبه للزيت خذوا كيف قلت لكم البنات اي زيت بغيتو. اول حاجه كنبدا بها هي كنبشر القليل من صابون الضوف. ما كنبشرهاش كامل البنات، كناخذ فيها غير واحد القليل. القياس البنات اللي غيكفاني لمده ديال اسبوع ولا 10 ايام، لان هاد الوصفه غادي نخليها تقريبا حتى ل 10 ايام، ما غادي تفسد ما حتى شي حاجه. صافي البنات هنا كنستمر بالبشر ديال هاد الصابونه. كناخذ فيها كيف قلت لكم غير شويه. من بعد البنات ما بشرتها اسمحوا لي، راه الفيديو فاش بغيت نكب ماء الورد ما تصورش لي المقطع. المهم راني انا خويت الماء الورد على الصابونه دوف وخليتها باش ترتاح شويه، باش تطلق مع باش تنسجم مع بعضياتها وتطلق هذيك الصابونه، ما تبقاش هكاك مبشوره وانما غتولي بحال الكريم. من بعد البنات كنزيد حليب مجفف. اي نوع حليب مجفف استعملوه، ماشي بالضروره هذا. تقريبا نص معلقه او معلقه الا ربع. كنضيف نشا الذره او مايزينا حتى هي تقريبا نفس القياس. هانتوما كيف كتشوفوا البنات، معلقه ما عامراش، معلقه الا ربع.
صدقوني هاد البنات هاد الوصفه راه هكا تبيض، راه اون فوا ديريها غتشوفي واحد الفرق من الاستعمال الاول. بالنسبه لهذا الطالق البنات ديال الدراري الصغار، اي نوع ديال الطالق عندكم، انا ما تنبقاش نعقد عليكم الامور، وانما اي حاجه عندكم استعملوها. بالنسبه للطالق البنات راه ان شاء الله غنحطوا شي حلقه غنديروا في واحد الفيديو خاص غير بالطالق والاستعمالات ديالو للبشره، لانه هو عنده واحد الاستعمالات عديده عديده بزاف البنات للبشره، بالاضافه انه مبيض خطير. صافي هنا كنضيف تقريبا حتى نفس القياس، معلقه الا ربع، القياس اللي درت ديال الماء ورد اللي غيخلط ليا هاد المكونات كامله. صافي كنستمر بتخليط هاد العناصر كلها مع بعضياتها، والرائحه ما نقولش لكم البنات، الرائحه ديال الطالق عرفتو كتكون عجيبه، وبالاضافه للماء الورد والصابونه رائحه زكيه البنات. غادي نقلبها انا هنايا جاني البنات هاد الصحن صغير بزاف، غادي نقلبها لهاد السلافه ونحرك مزيان هاد العناصر مع بعضياتها حتى تنسجم وحتى تولي بحال الكريم، ما يبقاش يعني داك الخليط يعني معزول الماء والصابون هكا مبشور. خاص الصابون الصابونه دوب اللي بشرنا خاصها تذوب، بالاضافه لان هذا الخليط خصو يولي كريمي. صافي البنات كنستمر انايا بالقلب ديال هذا الخليط هذا، كنخلطوه مزيان 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 البنات حتى يولي بحال الكريمه. ما حدكم نتوما كتخلطوا فيها البنات وهو كيزيد ينسجم مع بعضياته هذيك العناصر وكيولي كريمي. من بعد كنزيد بضع قطرات من زيت اللبن الذكر. بالنسبه للبنات كيف قلت لكم استعملوا اي زيت عندكم، زيت اللوز الحلو او زيت قرع العسل اللي هو زيت القرعه كي تنقولوا، ولا زيت الارغان او زيت اللبن الذكر، اي زيت عندكم البنات استعملوه. كيف كتشوفوا هذا خديته انا من بارا فارماسي، شوفوا اللون ديالو كيفاش دايره البنات، راه احمر. اما الا خديتي دابا عند شي عطار راه كتلقى كلهم نفس اللون وكتلقى ما فيهم حتى شي رائحه. هذا البنات راه زوين بزاف. في الليل تقدروا تدهنوا به الوجه ديالكم غير بوحدو، راه زوين تيحارب التجاعيد البنات زيت اللبن الذكر. صافي كنخلط هاد العناصر كلها مع بعضياتها حتى تنسجم مع الزيت اللي زدت مؤخرا. من بعد كناخذ واحد العلبه ديال الكريم فارغه وغادي نخوي فيها هذا الخليط هذا. صافي البنات من بعد كنحتفظوا به في الثلاجه، راه كيبقى ما بين اسبوع حتى 10 ايام، ما تخافوا ما يفسد ما حتى شي حاجه، ما يطرى ليه والو، فقط استعملوه يوميا وغتحصلوا على النتيجه اللي قلت لكم مبهره ومبهره بزاف بزاف البنات. راه ان فوا كتستعملوه المره الاولى كتبان لكم النتيجه. من كنغسل الوجه ديالي، خاص نوضع هذا الماسك على وجه نظيف، كنوضعها كنخليها ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه، ما نخليهاش حتى تنشف بزاف. من بعد كنغسلها وكتشوفي الفرق تبارك الله، النتيجه غادي تعجبك بزاف 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 البنات. ملي تنشف تقدروا تعاودوا الطبقه الثانيه هكا باش تحصلوا على النتيجه اللي هي مرضيه ومرضيه بزاف بزاف البنات. كنتمنى ان شاء الله تكون هذه الوصفه عجباتكم، وما تنسونيش فضلا وليس امرا عملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه. اللي كيشوف قناتي لاول مره يشترك فيها وفعل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد في عالم التجميل، ومع وصفات جديده وفيديوهات جديده ان شاء الله على قناه ام يوسف. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.